يا ابن آدم القبر كل يوم يناديك. يا ابن آدم القبر كل يوم يناديك. يا ابن آدم تمشي في جماعة على الأرض وسوف تقع وحيدا في بطني. يا ابن آدم تفرح وتمرح على ظهري وسوف تبكي في بطني. يا ابن آدم تأكل أموال الربا والحرام واليتامى على ظهري وسوف يأكلك الدود في بطني. يا ابن آدم تنظر إلى الحرام بعينيك وسترى ما ينتظرك في بطني. يا ابن آدم تسمع الحرام بأذنيك وستسمع الأهوال في بطني. يا ساهي يا غافل سيحملك أهلك وأخلاؤك إلى تلك الحفرة. سيتبعك مالك وولدك وعملك. سيرجع الكل وسيبقى العمل. ستتزوج الزوجة من بعدك وسيتقاسم الأولاد أموالك. وأنت ينادى عليك رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وللحساب عرضوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأهل الحي الذي لا يموت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ستسمع قرع نعالهم وستبقى وحيدا فريدا إلا من العمل. هناك ستمتحن امتحان شديد وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. امتحانات الدنيا تعوض والفرص تعطى مرات ومرات. لكن قل لي بالله العظيم كيف سيكون الحال إذا ظهرت النتائج هناك؟ كيف سيكون الحال إذا وسدوك وجاءك الملكان وأقعدوك؟ عن البراء بن عازب قال كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وجلسنا عند القبر ولم يلحد بعد وكانت بيده صلى الله عليه وسلم عصا فكت بها على التراب 3 ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر. ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. هذا حال من؟ حال الذين ضيعوا الصلوات وارتكبوا الفواحش والمنكرات. حالهم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. حالهم يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. حالهم يبكون فلا يستجاب لهم ينادون فلا يسمع كلامهم. ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. روى الذهبي في كتاب الكبائر قصة رجل ماتت أخته فقبرت ودفنت ثم ذهب إلى بيته فتبين له أنه فقد كيسا من الذهب فراجع حساباته فتبين له أنه سقط في القبر حين كان يحفر ويدفن.
رجع ونبش القبر، فإذا بالقبر نار تتأجج. رجع إلى أمه خائفا باكيا وجلا: أماه، أختي تقية نقية، ما علمت عليها سوء، كيف وقد وجدت قبرها نار تتأجج؟ اسمع يا صاحب القلب، اسمع قبل فوات الأوان، اسمع وراجع الحسابات قبل أن تبكي دما. قالت الأم: أختك كانت تؤخر الصلاة عن وقتها، أختك كانت تؤخر الصلاة عن وقتها. فإن كان حال الذي يؤخرون، فكيف سيكون حال الذين ينامون عن الصلوات؟ كيف سيكون حال الذين لا يصلون؟ كم سمعنا عن وجوه قد اسودت، كم سمعنا عن أبدان قد تقطعت. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. مر رجل على قصر من القصور، اجتمع عليه نفر وملأ من الناس، فقال: ما الخبر؟ قالوا: إن الأمير قد بنى هذا القصر. وجمع الناس فقال لهم: أعطي أي واحد منكم ما شاء إذا قال لي أن في هذا القصر عيب. زين القصر وملأه بالمتاع والأثاث، ثم جمع الناس لينظر. فمر رجل بسيط فرأى الاجتماع فسأله، فقال: الأمير بنى القصر وقال: من يأتي بعيب فيه فله كذا وكذا. قال: من غير أن أدخل القصر إن في القصر عيبان، من غير أن أدخل القصر إن في القصر عيبان، أولهما سيفنى القصر وسيفنى صاحبه. عش ما بدا لك جاهدا في ظل شاهقة القصور، يغدى عليك بما اشتهيت من الرواح إلى البكور، فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور.